أهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة من برنامج المغرب في قطر. هذه الحلقة واستثناء سوف أتحدث باللغة العربية لأن الموضوع يهم بالدرجة الأولى المنتخبين السعودي والتونسي ومشكلة الكرة العربية، يعني ما كايناش الدرير. المهم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسوا التحدي 100 لايك. وهيا لنبدأ. صراحة حسرة كبيرة لإقصاء المنتخبين السعودي والتونسي اليوم. لماذا؟ لأنه كان من الممكن التأهل. لم تعد هناك فوارق كبيرة بين المنتخبات العالمية والمنتخبات العربية. لما ترى فوز تونس اليوم على فرنسا بهدف وهبي الخزري بالرغم من أن فرنسا لم تلعب بالتشكيلة الأساسية، ولما ترى فوز المملكة العربية السعودية على الأرجنتين في لوسيل، ولما ترى فوز المنتخب المغربي على بلجيكا بثنائية، تعرف أنه يمكننا الفوز على أي منافس. لكن لماذا لا نتأهل؟ لماذا نتعرض للإقصاء كل مرة؟ كل مرة إقصاءات وهزائم وخيبات آمال، لأننا لا نجيد التعامل مع التفاصيل. لا نستطيع حسم النقاط دائما. تونس وبعد التعادل مع الدنمارك انهزمت أمام أستراليا. فرطت تونس في نقاط تلك المباراة. بالفعل منتخب أستراليا أبان على أنه منتخب جيد وتأهل ب6 نقاط بفارق الأهداف فقط عن فرنسا، ولكن تونس التي فازت على فرنسا اليوم كانت قادرة على الفوز على أستراليا وتتأهل. هذه هي التفاصيل التي أتحدث عليها، هذه التفاصيل التي دائما ما تنقصنا. كنت تحدثت في الحلقة السابقة على مشكلة المنتخب التونسي. صراحة أنا ما عرفتش من المنتخب التونسي، منتخب متقلب الأداء. أنت في كأس العالم وباغي تتأهل وعندك ماتش كونتر أستراليا، راه ما خصكش تزقلو. ما عرفتش علاش الأداء ديال المنتخب التونسي كيتقلب بين ماتش وماتش. هادشي لاحظته في آخر جوج كأس إفريقيا ديال مصر وديال الكاميرون. مرة يغلب منتخب قوي ومرشح، وفي ماتش آخر يخسر مع منتخب عادي بشكل مفاجئ. السعودية، الأخضر السعودي، بعد الفوز على الأرجنتين المباراة الأصعب، انهزمت بعدها بمباراتين أمام بولندا كانت هي الأفضل لكنها لم تستطيع التأهل. كان بإمكانها أن تفوز وتحسم التأهل مباشرة. هذه هي التفاصيل التي تنقصنا دائما. في لحظات الحسم لا نكون حاضرين، دائما ما نضيع فرص كثير. اليوم بالفعل لم تكن هي المنتخب الأفضل، لكن كان مصيرنا بأيدينا. الفوز فقط كان يكفينا للتأهل إلى الدور القادم. تفاصيل 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 دائما لا نستغلها. كنا نتمنى أن يكون مونديال عربي بامتياز، الجماهير معنا، الأجواء معتادون عليها. بالفعل شهدنا نتائج تاريخية، انتصارات للذكر، وكانت النتائج أفضل من النسخة السابقة بروسيا. كنا قريبين من التأهل، لكن خانتنا السرعة النهائية، النفس الطويل، التفاصيل البسيطة، التفاصيل التي تنقص كرتنا العربية. قطر أيضا قد نبرر أنها انهزمت في المباراة الأولى بسبب العوامل النفسية وقلة التجربة، لكن في المباريات الأخرى المتبقية كانت هنالك فوارق كبيرة. بعد إقصاء المنتخبات العربية الثلاث كل الأمل في المنتخب المغربي اليوم أمام كندا. نتمنى أن يتأهل في الصدارة، لأنها من التفاصيل المهمة لنا في بقية المشوار، التفاصيل التي غالبا ما تنقصنا نحن كرة القدم العربية. هذا ما لدينا في هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب. شكرا على المتابعة.